بصوا بقى، في ظل هذه الاجواء الغير طبيعيه ما اشوفش حد ماشي من غير الكاب، خلاص، وازازه الميه واللي فيها شويه ليمون وعود نعناع، عشان يبقى طعمها حلو وتدينا الفيتامينات والمعادن اللي احنا بنفقدها في العرق. وكمان الطعم بتاع التفاح والقرفه حلو برضو. الكاب عشان يحمينا من الشمس والاشعه بتاعتنا، وده الجو حر قوي. ونحط صن بلوك عشان ما نجيش في بعد كده نشتكي ان جلدنا شاخ بدري وعندنا تصبغات عاليه، وهتيجي بعد الصيف ما يخلص وتقولي لي انا عايزه ارجع بلوني ونعمل جلسات تقشير كتير. فالبسي الكاب وحطي الصن بلوك والميه عشان ما تعطشيش والعرق اللي بنفقده. بالنسبه بقى لمرضى الكلى، الناس اللي كسور كلوي ولسه ما غسلتش ما شوفوش من غير ازازه الميه. الناس بقى اللي على غسيل، والله انا بقول لكم الكلام ده وانا مش مقتنعه بيه شخصيا، ان انتوا ما تشربوش ميه كتير في الجو ده. بس على الاقل يعني حاولوا، هنحاول ان احنا نقلل الميه، نلجأ لمكعبات التلج، نعمل الميه مكعبات تلج ونصها لما نعطش. حاولوا.